أبو شدراك مواطن من أهالي الكوت يشبه إلى حد كبير الرئيس الأمريكي الجديد ترامب في شكله وملامحه وقصة شعره وحتى في تصرفاته. ترامب الكوت كما يحب أن يطلق عليه نسي حياته القديمة وبدأ يتقمص شخصية الرئيس الأمريكي بجميع تفاصيلها. فلنتابع. انشغل الكثيرون من أهالي محافظة واسط بل وحتى على صعيد البلاد بشخصية أبو شدراك بعد الانتخابات الأمريكية، كونه يشبه إلى حد كبير الرئيس الأمريكي الجديد ترامب في شكله وملامحه، حتى أصبح يلقب بترامب الكوت. فقصة شعره تتطور مع تغير قصة شعر الرئيس الأمريكي، ودائما ما يتابع ترامب الكوت خطابات ترامب الولايات المتحدة ويقرأ عن حياته وشخصيته. مجرد شبه بيني وبين الرئيس الأمريكي، والناس أخذوها تقليعها، يعني وين أروح ترامب بالسوق بالدوائر الحكومية حتى بالفواتح من طب تلاقون الرؤساء العشائر سلام عليكم يا هلا بترامب، يبوسني مرات ياخذ وياه الصورة وخلوا نسوا حتى اسمه من ورا ترامب. أغرقت الصحف والمجلات وحتى مواقع التواصل الاجتماعي بصور ترامب الكوت، فيما يفضل البعض التقاط الصور التذكارية عند رؤيته. ويستغل هذا الرجل الشبه الكبير للتسلية وتقليد التصرفات والخطابات والمزاح مع الآخرين، ودائما ما يلتقي بالمسؤولين ويوجههم ويتواضع للمواطنين ويسأل عن أحوالهم. هو الشبه بالضبط، لكن ذاك ترامب شوية وجهه عريض لأنه شبعان. هذا الرجل ترامب مالتنا فقير ما عنده كل شيء خطير. ترامب رئيس أمريكا يقول له دير بالك على الشعب العراقي لأنه العراقيون شافوا الويل والويلات من الحروب. ترامب الكوت يقول لك الله هو موجود. لا يرفض ترامب الكوت المشاركة في فيلم عن الرئيس الأمريكي وتقليد شخصيته، لكنه ما زال مصرا أنه أكثر شعبية بكثير من الرئيس الأمريكي الذي يصفه بالشرير. لا يحب أبو شدراك الشهرة، لكن لقب ترامب أصبح واقعا مفروضا عليه، فهو يحب الحياة البسيطة وارتياد المقهى واللقاء بأصدقائه. شلون فيلم تايتانيك لما نمثل بهذا الولد الشاب وطيق، هسه ابو شدراك يجوز الله جاب له هذا الشبه، يجوز يصير في يوم من الايام ملياردير اذا هوليوود عرضت عليه هذا الشيء وتقمص شخصيه ترامب. هو طبعا كل ملامحه ترامبيه، حتى مشيته وقفته قبل لا يجي ترامب مو هسه، طبعا يطيب من الشبه. يمكن اذا شافه ترامب اليوم تقريركم اذا شافه بالتلفزيون يمكن ترامب راح يتصل بالمحطه مالتكم يقولكم جيبوا وياه غادي، حتى في حاله سفره او مكان خطر مثلا يريد يروح ترامب يودي ابو شدراك بمكانه لضرورات امنيه يعني. الله كريم. هسه اذا طلع ترامب يحب العراق وجاء من مصلحه العراق اجى، فترامب راح يطق طقه زينه باعتباره يشبه، نقوم نحب اذا ترامب صار ويانا زين، واذا ترامب صار ويانا مو زين يمكن ابو شدراك ويا الشتايم وتفشل على من ورا. يخلق من الشبه 40. هذا المثل الدارج ينطبق على الرئيس الأمريكي الجديد ترامب وأبو شدراك ترامب الكوت، فهما يتفقان في الشكل والمنظر، لكنهما يختلفان في السياسة وطيبة القلب. من محافظة واسط، يونس مهدي، الاتجاه.